الرحمن الرحيم. تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بيان الوقف. تنظم تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة شركة وعاق المغرب وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020. وفي هذه الظروف الصعبة الصحية نعلن تضامننا المطلق مع الاشخاص ذوي الاعاقه داخل حافله النقل الحضاري وللدفاع عن حقوقهم والمطالبه بانصافهم. ان تنسيقيه السلام الوطنيه تدين وتستنكر بشده ما تعرض له الاشخاص ذوي الاعاقه من عنف جسدي ولفظي من طرف مراقب شركه انصا للنقل الحضاري، والذي لم يرحم ضعفهم ووضعيتهم الصحيه ولم يقبل على تعنيفهم وينتهك داخل الحافلات النقل كرامتهم في عز الحمله الوطنيه المزعومه، بعد ما انتهك حقهم في حسن المساعده والتوجيه والاولويه في الولوج الى هذه الحافلات. واذا تدين التنسيقيه هذه التصرفات والمعامله اللامسؤوله واللا انسانيه، تستنكر كذلك تجاهل المسؤولين لحق هذه الفئه بمجانية التنقل لأهمية وسائل النقل الحضاري لذوي الإعاقة ولجميع الفئات العمرية في حالة التمدرس والترويض والرياضة إلى آخره. ونطالب بضمان استمرار ثبات هذه الفئة من حقها في مجانية التنقل عبر حافلة النقل الحضاري من الدار البيضاء وكل المدن المغربية. ونعلن انطلاقة مسيرة نضالية قوية ومستمرة من أجل مجانية النقل الحضاري لهذه الفئة المستضعفة. ونحذر كذلك من تبعات مصادرة هذا الحق واستمرار المضايقات والمعاملة اللا إنسانية التي تتعرض لها هذه الفئة المستضعفة من طرف مستخدمي شركة انصا المفوض لها تدبير هذه الخدمة العمومية. ونستنكر كذلك تواطؤ المؤسسات المنتخبة والحياد السلبي للمؤسسات الحكومية المعنية لا لمصادرة حق الوعاء في التنقل. تحية نضالية. عاش الملك.